تابع المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينه الرباط. اجواء جميله بهذا الحضور الجماهيري، ايضا بعد عزف النشيد الوطني المغربي والانتظارات للمقابله الثالثه امام المنتخب الزامبي الذي يمكن ان نقول انه من المنتخبات القويه ماشي سهله، واليوم غادي نتعرفوا عليه اكثر امام المنتخب القوي افريقيا وايضا عالميا المنتخب الوطني المغربي. هذه التشكيله ديال المنتخب الزامبي: شيتونغو رقم 1، كامبوي رقم 3، 8 شينياما رقم 9، هنالك فيري رقم 14، سيم وامي. هذه التشكيله ديال الانطلاقه العناصر اللي هو المنتخب اللي دائما كيكون حاضر في النهائيات. كذلك كنشوفوا التقنين كبلال. اعطيت الانطلاقه ديال المقابله هذه محاولات تصويبه اولى في كل البقاع العالميه، لذلك اي منتخب كيفما كان دائما كيبغي يكون ند للند المنتخب الوطني. كنمشي في دفاع المنطقه، هذا هو الحل الوحيد. تصويبه من بلال البقالي باش انه يدخل عثمان بومزو. كذلك هذا حل من الحلول الاولى. هدف اول المنتخب الوطني المغربي عن طريق النجم عميد المنتخب اللاعب المسرار، يضع الكره في الشباك. تصويبه قويه، انكماش دفاعي، الحل ديالو تصويب عن بعد، والمسرار معروف تصويب عن بعد. اكيد، فكانت المحاوله الاولى بالنسبه للافتتاح ديال المقابله باش نشوفوا المقابله، لان المنتخب الزامبي ما عندوش المنتخب المغربي، فهو صعب عليه. ممكن نشوفوا اهداف تصويبات. بلال البقالي يضع الكره في المرمى معلنا عن ثاني الاهداف. طريقه ذكيه جيده. هذه القضيه ديال التصويب عن بعد، القضيه ديال التصويب عن بعد قام بها المسرار، والان كيقوم بها بلال البقالي. واش لقاو الحل في التصويب؟ فكنظن بانه لقاو الحل في التصويب، لان المنتخب المغربي شوف الاعاده لقاو الحل، ولكن الا ضاعت الكره المنتخب الزامبي غتخلي كيكون يجيد اللاعب ديالو بالرجل ديالو، فهو كينضاف. هذه عمليه ممتازه، محاوله الى خارج الاخرين. هذه محاوله ممتازه، فرصه ديال هدف ثالث. انهيار زامبي، انهيار زامبي امام طموح كبير للعناصر الوطنيه. هذا الاسلوب هذا هشام اسلوب رائع للمنتخب الوطني المغربي. اليوم بدينا بدايه جد مشجعه. 4 اهداف وكلهم من 4 لاعبين مختلفين، لان بعد المقابلتين الاولى والثانيه الشعراوي هدف رابع. بعد المقابله الاولى والثانيه المنتخب الوطني المغربي ميبيان ديالو في تصاعد. اكيد، وفي هذه المنافسات فالمستوى خصو يكون تصاعد، لان المقابلات الاولى والثانيه فكتكون بواحد المستوى اللي كتحاول دير التدوير ديال جميع اللاعبين، لان كما سبق المستوى الكبير للتظاهرات. كذلك كنشوفوا منتخب كبير اللي كيفرجنا، كنشوفوا من الانديه شعراوي كيسجل الهدف ديالو. هذه المغامره ديال الخطه ديال الحارس الطائر، فاي لاعب كيضيع كره بسيط فهو غادي يخلصوا ويكلفوا تكلفه كبيره. شوف هنا الحضور الجماهيري الكبير، شوف السعاده ديال هذه الجماهير التي تاتي في المدرجات، الجماهير التي تؤتت تعود لتكون لصالح المنتخب الزامبي، ولكن تدخل ديال اسماعيل امازال. تمريره في العمق ممتازه، فرصه ضربه في مدينه القنيطره، فالكل جا لمدينه الرباط وحجوا باش هي قويه، خصوصا لانك فاش كتقوم بمعسكرات ومقابلات دوليه من الطراز العالي، فهذه السياسه والثاني محاولة مرة أخرى، فرصة ديال التصويب إدريسي هذه يجيب خطأ، والحكم كيقول وصل اللاعب في الوقت اللي هنالك مخالفة. نعم، على الكرة ديالو تمريرة جميلة مسرار جميل أخ محمد. هو مسرار ينطلق بالكرة ديالو، تمريرة شي اليمنى بلال. هدف جميل، هدف يدرس، هدف يدرس بطريقة بالأسلوب ديال الأهداف مقابل شيء. الأسلوب المغربي، هدف مدرسة مغربية كبيرة. هذه محاولة عند مسرار يجيد تصويب كرة مرة أخرى مغربية، تصويبة جميل في كرة الصالات. شوف الإعادة بالهدوء، كان بالإمكان أنها تكون في الشباك. ماذا يقول الحكم؟ تحرك ديال الشباك واللي رجعها. وقلنا هذه المساله ديال شوف هنا يعني، والمقابله ديال الترتيب ايضا مقابله حاسمه عند المسرار، كيرجع للخلف. عثمان بومزو كيصوب ولكن فوق المرمى. يعني هذا بلال البقالي كيرجع الكره، ولكن مباشره شفنا اللقاء الاول والثاني والثالث، فهذا الشوط الاول من المقابلات فالمنتخب المغربي محاوله جميله، ضربه جزاء. ماذا يقول الحكم؟ ضربه ركنيه اظن لواتشوتا تشيليشي، لاعب اللي كيلعب في لوساكا اوتوموتيف. المقابلات تصويبه قويه وهناك تغطيه، والمدرب ولا المساعدين ديالو شفناهم كيفاش كانوا
الملامح ديال الوجوه ديالهم فهما تصدوا. والهدف منه هو انه ملي كانوا وصلوا 5 ديال الاخطاء، فالخطا السادس كيعطينا ضربه ديال الاخطاء. كره مغربيه ولاو كيبانوا قدامنا هاد المنتخبات بانهم منتخبات ضعاف، فالسر هو العمل. انطلاقه من يوسف جواد، تمريره، تحضير، فرصه، هدف رائع، هدف رائع، هدف ديال انس عياد من اروع الاهداف. طريقه واسلوب فنان. انس فنان، انس ويستحق انه يكون ماشي غير فنان اليوم. هدف ثاني في الدوره بنفس الطريقه، وكذلك شفنا القوه ديال المنتخب المغربي كيفاش خرج من الضغط في المنطقه اللي صغيره. العيان اللي المغربي قبل 21 سنه طريقه انهاء الهجمه هذه اللوبه. اسماعيل ما زال تمريره عرضيه، فرصه، هدف ثمين. المنتخب الزامبي ربما يتسنى الصفاره ديال ربما المنتخب الزامبي ما يعودش في الجوله الثانيه. صعبت عليه المؤامره، صعبت عليه هذه المباراه. اذا كنشوفوا 8 ديال الاهداف مقابل لا شيء. عندهم تكتيك لاعب، التمريرات ديالهم دقيقه، صعيب انك توقف. فهمنا المأموريه لان الطريقه ديال اللاعب ديال المنتخب المغربي غير ديال المنتخب الكبير، زائد التاكيد ديال يكون واحد الاسترخاء ويكون شيء، لان كره الصالات رغم ان الى البقالين عيان مسرار بعيد عليه وزيد تمريره كان بالإيد. محاوله ممتازه، بلال كيسجل الهدف رقم 9. هدف التاسع، فهي نتيجه عاديه بالساده المشاهدين تكون عندهم علم بان المنتخب المغربي فهو كيوازي المنتخبات العالميه وفي نهائيا يحافظ على كورته ويبحث عن تصويبه عود ديال الاهداف. عمليه هجوميه تدخل صعبت بشكل كبير المقابله، المردود ديالو بالاسلوب ديالو. وهذه محاوله المسرار لانه ما يتلقاش اهداف كثيره. محاوله المنتخب الوطني المغربي قبل 21 سنه. التمريره ديال المسرار الادريسي، هدف رقم 10. هدف جميل، هدف رائع، وهدف يدرس من البدايه ديالو كان ممتاز. نفس الهدف اللي كان سجل في الشوط الاول. نعم. خروج من الضغط من المنطقه ديالنا في المنطقه التي تاتي الان بهذا الشكل. هذه ممتازه، هذه فرصه، محاوله ادريسي، ممتاز ادريسي. شعراوي عمليه ديال الاختراق، كاين خطا الحكم. كره محاوله هي صعيبه. نعم، هذه محاوله ممتازه، هذه فرصه، هدف جميل، هدف رائع، هدف جميل، هدف من انس الدحاني، يلعب في نادي صقر اكادير، لاعب من مواليد 1999. الطريقه ديالو كيفاش وضع الكره كيتواجد به رفقه فريق مارفيل سانتا كولوما، فهو زكريا كويري اللي والهدف انس العيان يصوب المنتخب الزامبي، تائه لدرجه اللي يسجل على الشباك ديالو.